سلام البنات، ان شاء الله ديما تكونوا بخير وعلى خير. اليوم كما عودتكم نجيب لكم مكونات اقتصادية وان شاء الله تعجبكم. اليوم حبيت نجرب معاكم غاتو صابلي اقتصادي والكمية تاعو كبيرة. ركزوا لي على الكمية ان شاء الله يعجبكم. نبداو بالمكونات. عندنا زبدة لابيل والفارينة تاع لابيل ولافاني والخميرة تاع الحلوى وثلاث حبات بيض، زوج صفار بيض وبيضة كاملة، زوج مغارف زيت كبار وكاس سكر ناعم. هذو الطوابع اللي نستعملهم انايا. مقادير جد بسيطة. نبداو على بركة الله. درنا زوج صفار بيض وبيضة واحدة، نخلطو مليح البيض نتاعنا. نحب المكونات تتخلط مليح. كي تخلط البيض نضيفو زوج مغارف كبار زيت فقط. ولهنا نضيفو كاس سكر ناعم، كاس فقط. ونرجع نخلطو المكونات. كل ما تخلطي المكونات مليح كل ما تحصلي على نتيجة مليحة. لهنا انا نخلط مكوناتي بزاف مليح. ولهنا نضيفو مغرف صغيرة نتاع لافاني، مغرف صغيرة فقط. ونضيفو نص مغرف خميرة الحلوى. ونرجع نخلطو المكونات. نخلطو مليح يا البنات، خلطو مليح حتى نتحصلوا على القوام هذا على شكل كريمي. لهنا ضفت الزبدة نتاعي. وكي تضيفوا الزبدة حتى تخلطوها مليح، خلطوها مليح تحصلوا على كريمة كيما هكا. باش تضيفوا الفارينة، الفارينة عينك ميزانك، ضيفي بشوية بشوية حتى تتحصلي على عجينة. لهنا نخلط الفارينة تاعي بشوية، وكل ما نحتاج فارينة نضيف. لهنا مازالت تحتاج الفارينة. نضيفوا شوية فارينة. أنا قلت لكم عينكم ميزانكم، ضيفوا بشوية حتى تتحصلوا على عجينة طرية. لهنا أنا نضيف بشوية ونخلط. لهنا تحصلت على عجينة طرية ومليحة. نخلوها ترتاح ونوجدوا البلاطوات نتاوعنا، والفور تاعك يكون شاعل. لهنا رحت نوجد البلاطو تاوعي، رشن عليه شوية فارينة. لهنا وجدت العجينة تاعنا ارتاحت. نوصيكم البنات ساشي هذه تساعدكم بزاف. سرحت العجينة تاعي. لهنا باش ما تلصقش الحبة نتاعكم، ديما الطابع ديروه في الفارينة باش تطبعي كيما هكا. دخليه في الفارينة وتطبعي باش ما تلصقش الحلوى نتاعك في الطابع. شوفوا كيفاش الشكل تاعها ما يكونش خشين. الحبة تاع الكاطو ما تكونش خشينة بزاف كيما هكا بزايد. لهنا وجدوا كيما راكم تشوفوا ماهمش خشان بزاف. والفور تاعك يكون سخون وتحطيهم يطيبوا. ولا هنا انا راح ندير حبه فوق حبه، راني ندير في هذه ما يكونش ثاني خشين بزاف.
لهنا وجدت الحلوى نتاعنا. كاين اللي يحب يطيبها حمراء وكاين اللي يحب يطيبها بيضاء. انا طيبتها كيما هكا، نحبها كيما هكا. شوفوا كيفاش طابت لي، بزاف مليحه والكميه ما شاء الله، والتزيين اقتصادي وسهل. معجون المشمش كما نقولوا، وما زدت حتى اضافات، يعني مشماش فقط، يعني معجون المشماش فقط، يعني ما درتش ملون ولا ما درت والو. والتزيين اختياري، يعني يبقى عليك التزيين نتيا كيما تحبي. انا درتو اقتصادي وسهل وغير بالمعجون تاع المشماش. يا البنات جاتني 70 حبة بالمقادير اللي شفتهم، جاتني 70 حبة، يعني ما شاء الله، يعني الكمية ما شاء الله. اقتصادي، مكونات بسيطة، وش نقولكم يذوب في الفم مليح. القهوة العشية شوفوا كيفاش هشوش وطري ويذوب في الفم. شاهدكم في الجنة. ان شاء الله تعجبكم الوصفة وتجربوها، وبزاف مليحة. الفطور الصباح، قهوة العشية، والكمية ما شاء الله 70 حبة ما شاء الله. لهنا قلت نتقهوى مع الحنونات يسكروا لي قهوتي بحلاوتهم. ان شاء الله يعجبكم فيديو تاع نهار اليوم، تجربوه، اقتصادي سهل والتزيين اختياري. وما تنساش تدعموني باشتراك القناة، وان شاء الله نكون خفيفة ظريفة عليكم. وما تنساوش اخدكم شوية دعم، شوية لجام، واشتراك في القناة، ونجيب لكم غير الحاجة السهلة والاقتصادية. جهشوش ويذوب في الفم ومليح غير مع قهوة العشية. ان شاء الله تجربوه، ومع ذوق هذاك المشماش جا ما شاء الله. والى اللقاء، الى فيديو اخر.